هلو، اهلا بيكم في مايندفولنس فلوج جديد. عاوزه اتكلم معاكم في توبيك مهم جدا وهو الاراده. ايه الاراده دي؟ وهل في فعلا ناس عندهم اراده قويه وناس تانية ما عندهمش اراده؟ تعريف الاراده بيقول هي القدره على مقاومه المغريات علشان نوصل للاهداف. كلام صعب وملوش اي معنى. انا بالنسبه لي الاراده هي كدبه وشماعه بنعلق عليها الحاجات اللي احنا مش عايزين نعملها. انا ما عنديش اراده ان انا اوقف سكريات بجد، يعني مش عشان انتي بتحرمي نفسك منها وترجعي يبقى عندك شراهه عليها، لا. انا ما عنديش اراده، يعني مش عشان ان انتي بتهربي من مشاعرك وبتروحي للاكل بدل ما تقعدي مع نفسك وتفهميها وتشوفي ايه الحاجه اللي هي محتاجاها فعلا. نوب. انا ما عنديش اراده، بقولك انا ما عنديش اراده ان انا العب رياضه كل يوم. يا ريت لو عندي ربع الاراده اللي عندك. انتي ما عندكيش مشكله في الاراده، انتي بس مش خالقه لنفسك نظام ذكي، وحطي تحت ذكي دي 10,000 خط، وكمان مناسب لحياتك اليوميه. خليني احكي لكم قصه كده. انا ايام الكليه كنت دايما قبل ما انام لازم اكتب بالظبط بالليل انا تاني يوم هعمل ايه، علشان لما ارجع من الكليه ما بقاش محطوطه في ضغط ان انا افكر لسه ايه الحاجات اللي ورايا، وابقى راجعه تعبانه فكسل وما ذاكرش، او اسيب الموضوع كده لاحساسي اللي هو انا حاسه النهارده ان انا ممكن اذاكر سيركتس، انا ممكن النهارده اذاكر الكترونكس. او بالمناسبه انا اصلا خريجه هندسه القاهره، عشان بس يبقى التوبيك بالنسبه لكم واضح، اسماء المواد اللي انا عماله اقولها دي. المهم انا ما كنتش بسيب الموضوع مفتوح، كنت لازما دايما احدد انا هعمل ايه في اليوم ده من اليوم اللي قبلها، لان انا لو سبت نفسي لنفسي ساعتها مش هعمل اي حاجه خالص. هرجع من الكليه تعبانه وهقعد لسه افكر في الحاجات اللي ورايا، مش هعمل اي حاجه وهدخل انام واليوم هيضيع وهبقى ما عملتش اي حاجه. ففكره ان انا اكون منظمه ومحدده ايه الحاجات اللي انا هعملها دي بتحميني من فكره ان انا لسه اصارع نفسي في ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها وايه الحاجات اللي انا مش هعملها. بس في نقطه مهمه، ان انا لما باجي احدد ايه الحاجات اللي انا هعملها تاني يوم، ان انا بكون ذكيه. انا عارفه مثلا ان انا لما هرجع من الكليه هرجع متاخر شويه النهارده، فمعايا ساعتين بس اذاكر فيهم، فمش هحط فيها 10 مواد اذاكرها، لا هحط مثلا ماده واحده او هحط شيت واحد ان انا احله مثلا. لان انا برضو لو عملت لستة حاجات كتيره جدا ورايا ان انا اعملها وجيت بصيت على اخر اليوم انا ما خلصتش منها اي حاجه، ده هيعمل لي احساس بالاحباط، هيخليني اصلا ما افكرش ان انا اعيد الفكره دي تاني. فلازم لما اجي اعمل نظام او اعمل سيستم لنفسي اكون بعمله بطريقه ذكيه ويكون مناسب لحياتي اليوميه. وهو ده النظام اللي خلاني الحمد لله تفوقت في ثانويه عامه ودخلت الكليه اللي انا بحبها اللي هي هندسه القاهره زي ما قلت لكم، واني كمان الحمد لله تفوقت في الكليه وبقى ليا ترتيب على الدفعه بتاعتي، واتخرجت بامتياز وبقيت معيده في الكليه، وبعد كده قدرت ان انا الحمد لله اخلص الماسترز بتاعتي في الكليه، وبعدها اتقبل في جامعه في امريكا للدكتوراه. فكل الحاجات دي هي جايه من نتيجه ان انا خلقت لنفسي نظام علشان ما سيبش نفسي لنفسي. ازاي بقى اخلق لنفسي نظام؟ ان انا امسك اليوم بتاعي وامسكه كده واحده واحده، اشوف انا من الساعه كذا للساعه كذا بعمل كذا، ومن الساعه كذا للساعه كذا بعمل كذا، وفنط اليوم كده وافصصه 100 حته علشان اعرف ايه الحاجات اللي انا بعملها في اليوم بتاعي، واقدر احدد انا ممكن اضيف ايه لليوم بتاعي. لو انا في عاده معينه عايزه اضيفها ممكن اضيفها في انهي حته في اليوم بالظبط. ولما اجي احط عاده معينه ان انا عايزه اضيفها اليوم بتاعي اكون محدد جدا انا هعملها ازاي وامتى وفين. لو انا ما كنتش محدد لهذه الدرجه يبقى سلمي لي بقى على الاراده، مش هتعملي اي حاجه خالص. النهارده هاكل شاي بودنج، عملتها من بالليل، حطيت شويه زبادي وعليهم شويه من لبن اللوز وكمان الشاي، وسبتهم بقى بالليل في التلاجة. فده شكل الكونسيستنسي بتاعتها. هبقى اوريكم برضو الطبق من الناحيه التانية شكله عامل ازاي. انا من بكره هلعب رياضه بجد. امتى؟ ازاي؟ فين؟ لو انتي ما قلتيش انا بكره هلعب 20 دقيقه كارديو الساعه 12 في البيت يبقى انتي مش هتعملي حاجه. هتصحي الصبح تقولي انا النهارده نفسي والله العب رياضه، بس انا دلوقتي عندي ميتنج هخلصه وبعدها هلعب رياضه. بعد ما خلصتي الميتنج جاتلك مكالمه تليفون، اوكي انا هخلص مكالمه التليفون وبعدها بقى هلعب رياضه. بعدها بنتك بتعيط، طيب خلاص لما سكت البنت بعدها هبقى العب رياضه. وتقعدي تاجلي 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 لحد ما توصلي لاخر اليوم طبعا تعبانه مش قادره تعملي حاجه، فما بتلعبيش رياضه وما بتلتزميش بالوعد اللي انت وفيتيه لنفسك. فتيجي اخر اليوم تقولي انا ما عنديش اراده، وتستسلمي وما تعمليش حاجه. لكن لو انت كنتي محدده من الاول وقلتي انا هعمل الرياضه دي الساعه كذا وهعملها لمده قد ايه وهعملها في البيت او هروح الجيم، ساعتها انت حددتي لنفسك كده السيستم اللي انت هتمشي عليه، واحتماليه ان انت تنفذي الكلام ده هيكون تقريبا مثلا 5 ايام او في ال7 ايام بتوع الاسبوع. فحلو جدا كونسيستنسي، 5 ايام من 7 ايام حلو جدا التزمتي فيهم، احسن من ان انت تقعدي تعملي مره واحده في الشهر وتقعدي بقى عليها 3 شهور لحد ما ربنا يسهل ويبقى عندك اراده وتلعبي رياضه تاني. طيب ده كان بالنسبه لو ان انا عايزه اضيف عاده معينه في حياتي. طب لو انا في حاجه معينه انا بحب اعملها كل يوم وهي بتاذيني وانا عايز ابطلها، فانا قدامي حل من اتنين، يا اما هقللها يا اما هبدلها بحاجه تانية.
تعالوا نضرب مثلا مثال على الحلويات. انا عايزه اوقف حلويات في حياتي، فيا اما هقللها هاخد كميه صغيره مع كل وجبه من الحاجه اللي انا بحبها، يا اما هدور على بديل ليها. يعني مثلا بدل ما اجيب حلويات من بره البيت، لا هعمل مثلا الكيك في البيت، بدل ما احط فيه سكر ابيض هحط مثلا نص كميه السكر تبقى من السكر الابيض، والنص الكميه التاني يكون مثلا ستيفيا او اريثريتول، فساعتها قللت شويه الضرر بتاعها. او الحل التاني اللي قلت لكم عليها ان احنا هنقللها، بدل مثلا ما انا هاخد نص صينيه الكيك، لا انا هاخد قطعه صغيره او قطعه متوسطه يا ستي، حطيها مع الوجبه بتاعتك وكليها. وعمرك دايما ما تاكلي حاجه انت بتحبيها او حاجه هي اصلا قيمتها الغذائيه مش عاليه ان انت تاكليها لوحدها، ما تاكليهاش كده ابدا ايزوليتد، لان انت لو كلتيها وهي لوحدها كده هتاكلي منها كميه كبيره جدا اكتر من احتياج جسمك، وهي اصلا مش معموله عشان نشبع منها. يعني هي مش معموله علشان تدي جسمي القيمه الغذائيه، لا هي معموله علشان تديني المتعه. فانا خلاص هعمل اكل مغذي، اعمل طبق حلو كده فيه فايبر، فيه اللي هي الالياف، هعمل فيه بروتين، هعمل فيه دهون صحيه يعني لجسمي، واحط معاها الحاجه اللي انا بحبها واكلها واستمتع واعدي اليوم. لو انت مثلا عاوزه تخسي، بدل مثلا يا ستي ما تعملي دايت وتمشي عليه وترجعي تبقي بتحرمي نفسك من كل الحاجات اللي انت بتحبيها، فترجعي يبقى عندك شراهه على الحاجات اللي انت بتحبيها دي وتاكلي الاخضر واليابس، طب ما من الاول تعلمي عادات صحيه احسن، وتعلمي ازاي تطبخي وجبات متوازنه في البيت يكون فيها عناصر غذائيه مفيده لجسمك، وكمان يكون في الاكل بتاعك حاجات بتديكي الشبع النفسي اللي بيخليكي حاسه ان انت راضيه عن الوجبه في الاخر، فما تقعديش طول اليوم عماله تنقنقي وتلمي من كل الاكل اللي في كل مكان حواليكي. فالاحسن ان انت تصلحي علاقتك بالاكل. فهي المشكله مش فيكي، المشكله في الدايت اللي انت بتعمليه ومكرسه حياتك كلها علشان تمشي عليه عشان تخسري كام كيلو. الاحسن ان انت تبني عادات صحيه مستدامه تكملي عليها بقيه حياتك كلها. عاوزه مثلا ان انت تلعبي رياضه، فما قاعده مأجله الموضوع لحد ما ربنا يسهل وبنتك مثلا تخش الحضانه علشان تقدري تروحي الجيم، بدل ما تستني ان انت مثلا تروحي الجيم، طب ما تتعلمي ان انت ازاي ممكن تلعبي رياضه في البيت سهله ما تقدركيش، تكوني بتحبيها تقدري تكملي عليها بقيه حياتك. هي دي الفكره. فشفتوا الموضوع سهل ازاي؟ اللي هيقول لي بعد كده انا ما عنديش اراده انه يعمل اي حاجه، مش عارفه بصراحه ممكن اعمل فيه ايه. امال انت يا اسراء ما بتنزليش فيديوهات ليه كل يوم؟ اصلا انا ما عنديش اراده زي بقيه الانفلونسرز، ده سر بيني وبينكم. لا بعيدا بقى عن الهزار، دي حاجه انا فعلا بشتغل عليها الفتره دي، وديكم زي ما انتم شايفين انا ملتزمه جدا، بنزل لكم فيديو كل يوم سبت. التزام ده ولا مش التزام؟ وده شكل الشيا بودنج بتاعتي، هي خلاص الفاكهه غطيتها ما بقاش فيها اي حاجه منها باينه. وانتوا كمان بقى اعملوا لنفسكم اكل كده شكله حلو ومغذي لنفسكم ودلعوا نفسكم. ونسيت اقول لكم ان انا عملت الماتشا بتاعتي اللي انا كنت بشرب منها اوريدي وانا بتكلم معاكم. هروح بقى اكل اللي متصله مع جسمي، ويلا اشوفكم بعد شويه. نزلت دلوقتي اتمشى نص ساعه، وتفتكروا بقى هل انا عندي اراده تخليني ان انا انزل دلوقتي؟ ولا عندي اراده ولا اي بتنجان، واصلا في اللوتيال فيز وطاقتي قليله، وكمان مودي مش احسن حاجه، فاصلا انا عايزه اقعد اتفرج على نتفليكس واقعد على الكنبه وما اعملش اي حاجه. بس اللي خلاني نزلت دلوقتي ان انا قايله لنفسي ان انا كل يوم الساعه 12:30 هلعب رياضه لمده نص ساعه. هو ده اللي بيخليني استمر واكمل على الموضوع، ان انا محدده لنفسي انا هلعب رياضه ايه، الساعه كام، امتى وفين، عامله كل التفاصيل. هل انا بقدر اعمل ده كل يوم؟ لا طبعا. بس هل بعمله معظم ايام الاسبوع؟ على الاقل مثلا 5 ايام او 6 ايام من الاسبوع بقدر ان انا اعمل الرياضه ديت. في ايام بعملها بكامل قوتي، وفي ايام تانية ببقى لا طاقتي قليله زي النهارده ببقى مثلا بتمشى ابطا شويه، في ايام تالتة خالص ما بقدرش ان انا انفذها. بس على الاقل معظم الايام بتاعه الاسبوع بقدر ان انا اعمل ده. وعارفين الفيديو بتاع النهارده ده كان ممكن بكل سهوله جدا ان انا ما اصورهوش، لولا ان انا بس محدده لنفسي يوم معين في الاسبوع، بقول ان انا في اليوم ده هصور الفيديوهات بتاعه اليوتيوب، هو ده اللي بيخليني ان انا اصور في الاخر. لان انا لما بكون محدده يوم هصور فيه، ده بيخليني في اليوم اللي قبلها احضر نفسي للفيديو، او ابقى محضره مثلا التوبيك اللي انا هتكلم فيه، ابقى مجهزه المكان اللي انا هصور فيه ان هو يكون مترتب من بالليل. لو انا مش عامله الحاجات دي هصحى الصبح الاقي مثلا المكان اللي انا هصور فيه مبهدل، ادي اول عائق هيخليني افكر ان انا ما اصورش. هفتح الكاميرا مش محدده مثلا الموضوع اللي هكمل فيه، دي تاني عائق، هلاقي نفسي مش لاقي حاجه اقولها. لو صاحيه بقى كمان من النوم مقريفه زي النهارده، هلاقي نفسي لا 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 خلاص فاكس، هصور ليه؟ هقول لنفسي لا خلاص انا اصلا اوريدي في مود مش حلو وطاقتي مش احسن حاجه، فاكس انا مش هصور. فزي ما قلت لكم عشان نستمر على حاجه لازم يكون في سيستم ذكي، هو ده اللي احنا بنمشي عليه. تعالوا نكمل كلامنا وانا بحضر وجبتي التانية لليوم. في حاجه مهمه قوي لو احنا عايزين نلتزم بعاده جديده في البدايه،
وهي مثلا عادة صعبة وانا عايز اشجع نفسي ان انا اقدر ان انا التزم بيها. الحاجة دي هو ان احنا نرومانتسايز. يعني ايه؟ يعني ان انا مثلا عايزة التزم بان انا اكل اكل صحي ومغذي معمول في البيت. فانا بحضر الاكل ده هخلي فيه الوان كتير يبقى شكله كده بيفتح النفس، اقطع مثلا الخضار والفاكهة بطريقة يبقى شكلها حلو، احط الاكل ده في طبق شكله كيوت ولذيذ، اشغل اغاني او موسيقى انا بحبها وانا بعمل الاكل ده. بص الباشن فروت شكلها حلو ازاي اهو، ده برضو مثال على ان احنا نحط حاجات شكلها ملون وشكلها جميل في الطبق بتاعنا. نفس الكلام لو انا مثلا عايزه التزم بان انا العب رياضه، يبقى برضو هشتري لبس العب بيه الرياضه يكون شكله لذيذ وكيوت. اخلي مثلا المكان اللي انا هلعب فيه الرياضه، لو احنا افترضنا ان احنا مثلا هنلعب رياضه في البيت، يكون شكله حلو مرحب كده بان انا اروح والعب رياضه ويشجعني، وهكذا لحد بقى ما اتعود وتبقى دي عاده عندي ويكون سهل عليا ان انا اكررها كل يوم. انا بحب البسله جدا، وعلى فكره هي فيها نسبه بروتين. النهارده عاوز اكل انواع مختلفه من الجبنه، فهاخد كوتا تشيز وهاخد ريكوتا وهاخد كمان كريمة تشيز عليها توابل هندية طعمها حلو قوي، وهاخد معاها رايس كيكس، بس الرايس كيكس دي مختلفة عشان هي معمولة من الحمص فبيكون فيها نسبة بروتين برضو. وده شكل طبقي النهائي المشبع نفسيا وجسديا بالنسبة لي. وطبعا عملت معاه القهوة الديكاف. هروح بقى اكل واشوفكم بعد شوية. النهاردة بقى العشاء برجر، واهم حاجة بالنسبة لي في الساندوتش ده هو الصوص اللي انا بحطه عليه. اول حاجة قطعت شوية خيار مخلل، وبحط شوية كاتشب، وكمان شوية مستردة، وعندي صوص برجر. اعتقد ممكن تلاقوا حاجات شبيهة ليه بقى في البلد اللي انتوا عايشين فيها. بس كده ده الصوص اللي انا هحطه على الساندوتش بتاعي. تفتكروا بقى هل انا عندي الارادة القوية اللي تخليني كل يوم اكل اكل مغذي في البيت؟ لا طبعا. انا اللي بعمله ان انا بسهل على نفسي القرار بان انا مثلا في بداية الاسبوع بجيب كمية لحوم وفراخ مثلا كبيرة واتبلها واشيلها في الفريزر، فده بيسهل عليا ان انا كل يوم يبقى عندي حاجات جاهزة اطلعها اسويها مثلا في الاير فراير على طول او اسويها في الفرن على طول. والحاجة التانية اللي انا بعملها ان انا بحب اقعد اخترع في المطبخ وفي الوصفات لحد ما اوصل لوصفة تكون مرضية بالنسبة لي وطعمها حلو. فالموضوع زي ما قلت لكم مش محتاج ارادة ولا اي حاجة، هو محتاج بس نظام وسيستم ذكي تمشوا عليه. هكرمل بقى شوية البصل دول مع شوية مشروم بشوية زيت صغيرين. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. stay mindful واشوفكم الفيديو الجاي.